مسؤول في النادي الاهلي، اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي حاليا. سياده اللواء ازي حضرتك؟ محمد ازيك حبيبي؟ ازي حضرتك سياده اللواء؟ طبعا يعني هشام وليد صح كده؟ معانا كابتن هشام حنفي وكابتن وليد صلاح عبد اللطيف. هو فيهم واحد لعيب كويس قوي، فيهم واحد على قده شويه. الاثنين لا انا اللي على قده. ايوه هو عارف خلاص في الشمس بقى هو بيلعب في الشمس. سياده اللواء ازي حضرتك؟ منورنا. ازي حضرتك؟ طبعا يعني بقدر طبعا الموقف الايجابي من النادي الاهلي ومجلس ادارته وحضرتكم طبعا وحضرتك منهم، يعني بخصوص البيان مش اعتذار او شجب ما حدث امس من اساءه لمؤسسات الدوله، خصوصا النادي الاهلي نادي وطنيه. يعني طبعا هو مؤسسه اصلا انا بعتبرها من المؤسسات يعني اللي المفروض اي حد بياخد فيها منصب هو منصب سياسي. انا مع حضرتك 100% طبعا 100%. شوف حضرتك، ويمكن حضرتك شفته بيان امبارح، طبعا احنا بنرفض تماما يعني هذه التصرفات الصادره عن قله انا ما بعتبرهاش من جمهور الاهلي. الناس دي طبعا زي ما بتقول حضرتك محاوله اسقاط دوله ولا هيبه الدوله، ده مش هيحصل من اطفال. احنا مش لا يمكن هنذكر عن هذا الكلام ولا يمكن هنقبله. طبعا بعد الناس اللي قالت طب بتدخلوهم ليه؟ حضرتك عارف وانتم موجودين في النادي، انا ما اقدرش ابعد عن 20,000 واحد منهم يخشوا النادي، ما اقدرش يعني. صحيح. لكن احنا النهارده يعني بنخطر مديريه امن القاهره ووزاره الداخليه ان احنا مش مصرحين بدخول اي حد، لا مدرج التتش ولا الصلاه موطنه خلاص. صحيح. يعني كان السماح بالدخول على اساس الالتزام، عدم الالتزام يبقى انا في حل من هذا التصريح. اجتماع مجلس الاداره امتى يا سياده اللواء؟ النهارده ان شاء الله. طيب يعني طبعا هيناقشوا فيه الجزئيه بتاعت الطرف النادي الاهلي ما بين المبادره اللي قدمها سياده الرئيس بوجود 10 الاجتماع النهارده، لا الاجتماع النهارده حضرتك عشان نحدد ميعاد الجمعيه العموميه. حضرتك عارف اللي زي القرار اللي طالع من وزاره الشباب والرياضه خاص بتعيين المجلس في الفتره ده، يعني لغايه ما ان شاء الله المحكمه تصدر قرارها يوم 28. فقرار فيه ان احنا لابد ان احنا ندعو الجمعيه العموميه في ميعادها اللي هو في مارس. فنظرا للتوقيتات المطلوبه مننا عشان تبقى اجراءات مظبوطه، ما بقاش فيه طعن تاني عشان ما نعيش الحياه دي تاني يعني. تمام. فلازم نعمل اجتماع فوري ونحدد فيه الميعاد ان شاء الله بتاع الجمعيه العموميه. فده اجتماع طارئ لمناقشه البند ده بس. طب وبالنسبه لقرارات المكتب التنفيذي او الغاء القرارات نفسها؟ لا هو مش ملغي حضرتك، هو يعني في نفس الاجتماع هناخد القرار بتاع موعد انعقاد الجمعيه العموميه وتشكيل المكتب التنفيذي، وبعديها هنعمل اجتماع المكتب التنفيذي على طول ان شاء الله. يعني سياده اللواء المكتب التنفيذي يعني اجتمع قبل ما يبقى فيه اصلا تعيين لمجلس اداره يعني. لا ثانيه واحده. اتفضل. اجتماع امتى؟ الو. اجتماع امتى حضرتك؟ اجتماع اللي كان من يومين استاذ كامل زاهر كان هو بيرأسه. لا ثانيه حضرتك. اتفضل. في فرق بين اجتماع رسمي انا بدعو اليه كمدير تنفيذي لاعضاء المكتب التنفيذي او للساده على مجلس الاداره، وفي فرق بين 2 أو 3 أو 1 بيجي يقعد مع مدير تنفيذي لمراجعه دولاب العمل داخل النادي الاهلي ونحن نحاول نسير الاعمال. في فرق بين الاثنين. يعني ده اجتماع ودي يا سياده اللواء بالظبط عشان نرتب فيه بس الامور ونشوف ايه الحاجه اللي مستعجله نقدر نعملها دلوقتي، وايه الحاجه اللي لسه لازم فيها قرار مجلس اداره ما نقدرش ناخدها، فيها قرار مكتب تنفيذي لازم نعمله بس. فكنا بنرتب اوراقنا عشان نقدر الفتره اللي جايه الدنيا ما توقفش يعني. طيب انا بشكرك سياده اللواء شكرا جزيلا. يمكن طبعا كان مهم جدا حضرتك توضح لنا المواقف كلها بما فيها البيان اللي طلع بيه مجلس اداره من خلال المهندس محمود طارق